هاخدكم في جولة تحديدا القاهرة القديمة في حي الحسين، من أقرب الأماكن لقلبي مشهد الحسين اللي أمر بتوسيع الخديوي إسماعيل واتبنى على التراث العثماني. موقعه مميز جدا لأنه جنب جامع الأزهر ويقع جانبه خان الخليلي. رحت هناك هتلاقي ناس من مختلف محافظات مصر، اللي جاي من أسوان ومن الشرقية ومن بني سويف، ناس من كل حتة ومن كل مكان جايين يزوروا، مش بس من مصر، لأ، من مختلف الجنسيات، إن كان عرب أو أجانب، ناس جاية من حوالين العالم. انت هناك هيلفت نظرك السبح والأحجار الكريمة الجميلة اللي ألوانها مميزة وأشكالها مختلفة ومش هتلاقي زيها في حتت كتير. اختلفت الأقاويل، واللي قال إن راس سيدنا الحسين موجودة في العراق، واللي قال إن هي في دمشق في سوريا، واللي قال إن هي هنا في القاهرة القديمة. الله أعلم، لكن اللي مش هنقدر نختلف عليه هو الطاقة العظيمة والروحانية اللي احنا بنحسها أول لما ندخل المشهد، كأنك كنت في عالم وانتقلت لعالم تاني. كل وش وليه حكاية، جم من أماكن مختلفة، هتلاقي الغني والعكس، جم علشان سيد الشهداء حفيد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي قال: من أحبني فأحب حسين أحب الله من أحب حسين. شهيد الكلمة، كلمة مفتاح الجنة، في كلمة دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة. الكلمة نور وبعض الكلمات كبور. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. الكلمة زلزلة الظالم. الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية. إن الرجل هو كلمة. شرف الله هو الكلمة. من غيرك مدد يسند ظهريات ويجي معون الولد. مدد يا رب يا رب، ومن غيرك مدد يسند ظهريات ويجي معون الولد. طيب والكل حبه بيداوي بأمر ربه، مطرح رجليه مطبه اطرح من الخير زياد. يا من سلم وصلى على المبعوث. شايل نقصه في عروقه، تعبان علشان يروق، متكدس همه فوقه، لو صح يملى الموال. رامي عليك اعتماده، فاشدد أسره وعماده، واحليه يا رب زاده، ما يدوق المر تاني. مدد يا رب يا رب، ومن غيرك مدد اسند ظهرياتي ويجي معود الوقت. عبدك شيطان سامي. كنت باجي أزور المقام من وأنا طفلة صغيرة، في ذكريات كتير جدا في كل مكان. المشهد اتعاد ترميمه من قريب، كان غير كده. كنت على طول باجي وأنا صغيرة مع جدتي، كانت زيارة لابد منها. مش مقام سيدنا الحسين بس، مقام السيدة زينب والسيدة نفيسة. اتجمعت على ناس كتير جدا وتعرفت عليهم، اللي جمعنا الحب، حب أهل البيت. لما خلصنا زيارة هاخدك في جولة بسيطة حوالين المكان وأعرفك ايه الحاجات اللي موجودة حواليه. انت ماشي تلاقي ناس بتمدح في كل مكان وفي كل ركن،
كان على يمينك او على شمالك هتلاقي سبح، هتلاقي اكل وسمسم وحاجات كده قديمة وملبس وارواح، حاجات بتاعت الاطفال، وهتلاقي ناس كتير قوي بتوزع الحاجات دي. ده غير التحف الجميلة جدا والانتيكات اللي هتلاقيها موجودة في كل حتة واللي بتجذب السياح بشكل جميل، وغير الآيات القرآنية اللي موجودة وممكن تشتريها مكتوبة بالخط العربي الجميل. البخور والمسك في كل مكان تماشي هتلفت نظرك الألوان والتحف الموجودة الجميلة. في هناك كل حاجة، ما بين تذكارات ممكن تاخدها معاك لبلدك لو انت مش مصري، او حاجات حتى لو انت مصري هتحب انك تشتريها لانها بتبقى مميزة جدا والوانها تحفة. تقدر تقول موجود كل حاجة، من كوبايات فناجين قهوة، في كوبايات شاي، كوبايات مية، ألعاب، بلياردو، طبقة، تحف، اكسسوارات، في كل حاجة. في طبل، كل الأدوات الموسيقية اللي ممكن تستخدمها عموما، حاجات تقدر تحطها في البيت، وشموع هتخلي منظر البيت مختلف تماما، وهتضيف ليه لمسة عربية سحرية. تلاقي هناك تماثيل ألوانها جميلة جدا، أشكالها مختلفة عن الحضارة المصرية والملوك المصريين القدماء، إن كان الأهرامات، خوفو، أقدر أوعدك إن أنت هتكون هناك معجب بكل حاجة. المكان هناك هيبهرك بألوانه وتحف الموجودة هناك، الحاجات اللي هتبقى متعجب قوي ان انت شايفها وتقدر كمان تشتريها. انا صورت جزء بسيط بس من الجمال اللي موجود هناك، فاتمنى ان انتوا تزوروه وتشوفوا بنفسكم. روح هناك واعرف القصة. كانت معاكم مريم في جولة صغيرة في حي الحسين.